من محافظة المنيا وتحديدا في منطقة سكة التلة، وتبدأ أحداث قصتنا سنة 2018، اليوم اللي بتطلع فيه مدام أميمة من قبرها بعد وفاتها ب3 أيام ولمدة 4 سنين مش معروف عنها أي حاجة. وفي سنة 2022 يتم اكتشاف الجاني في قضية الأحداث اللي فيها صعب إن أي حد يتخيلها. بس في الأول وكالعادة عاوزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. نرجع بالزمن لسنة 2004، وفي السنة دي تحديدا اتخرجت أميمة عبد الجابر من كلية تمريض، وبمجرد تخرجها حصلت على تكليف العمل أخصائية تمريض في الهيئة العامة للتأمين الصحي. وفي يوم بتتعرف على شاب من نفس عمرها تقريبا، وبيحصل بينهم استلطاف وبيتحول لقصة حب، وتقرر إنها تفتح أهلها إن الشاب ده عاوز يجي ويتقدم بشكل رسمي. في الوقت ده أميمة والدها كان متوفي، بس والدتها وإخواتها هم أصحاب الكلمة والقرار، وتتفاجئ أميمة إن أهلها بيرفضوه حتى من قبل ما يتعرفوا عليه وبدون اسباب مقنعه، رغم ان الشاب ده وقتها كان في المرحله الثانيه في كليه علوم، يعني اكيد ليه مستقبل كويس، ده غير انه شغال فني تحليل وعنده طموح انه يفتح معمل تحاليل خاص بيه. ولتوضيح هو كان من نفس عمر اميمه رغم انه لسه في سنه ثانيه جامعه، وده لانه كان بيسقط وبيعيد السنه اكتر من مره بسبب وفاه والده ووالدته، وانه بيراعي اخوه الصغير. ومساله عدم توفيقه في الدراسه ما كانتش فارقه مع اميمه لانها بتحبه، ولانهم في نفس الوقت اتفقوا انه هيركز ويكمل دراسته عشان يكون مستقبله أفضل. وتتحدى أميمة أهلها وتتجوزه، وما كانتش عارفة اللي القدر مخبيه. أميمة ضحت بعلاقتها بأهلها اللي قطعوها بشكل نهائي، بس أميمة كان عزائها الوحيد إن أهلها لما يلاقوها سعيدة في حياتها هيفرحوا لها وهيعرفوا إنها مش غلطانة، وأكيد ساعتها العلاقة هترجع تاني. وبرغم إن ده ما حصلش في المستقبل، إلا إن أميمة كانت بتعشم نفسها إن ده هيحصل في يوم من الأيام. وفي الوقت ده الجوازة تمت بدون فرح أو حتى التجهيزات اللي أي بنت بتحلم بيها. حتى الشقة اللي اتجوزت فيها كانت شقة والد ووالدة العريس أو اللي بقى جوزها، وكمان عايش معاهم أخوه الصغير اللي كان وقتها في 5 ابتدائي. وتعيش أميمة اللي كانت عارفة إنها هتكافح من أول يوم وتبقى مسؤولة عن بيت وزوج وطفل غير شغلها، ده غير مساعدة جوزها على استكمال دراسته، لدرجة إنها طلبت منه إنه يسيب الشغل ويتفرغ للدراسة. وبعد أول سنة جواز ربنا يكرمهم بأول مولود ليهم، واللي كانت بنتهم الكبيرة رحمة، ومن بعدها وخلال 7 سنين ربنا أكرمهم ب3 أولاد. وبعد السنة الثانية من الجواز وفي بداية السنة الثالثة وتحديدا سنة 2007 بيجي لأميمة فرصة عمل في السعودية بمرتب مجزي هيحول حياتهم للأفضل. وفي الوقت ده ما كانش معاهم غير رحمة اللي عمرها 2 سنين، وتتفق أميمة هي وجوزها إنها هتسافر وهو اللي هيراعي البنت ويكمل دراسته. وفعلا سفر أميمة حول حياتهم للأفضل، ونقلوا الشقة في برج الحواطي في منطقة سكة التلة. أميمة كل خطوة ليها كانت بتقربها من قدرها وتكشف لها حقائق هي ما كانتش شايفاها، وتسافر السعودية ومرة تانية ما تكونش عارفة إن السفر ده هيفتح عليها أبواب مش هتتقفل.